السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده. نلقاكم هذا الفيديو باحسن حال. نتمنى تعجبكم هذه الطنجيه اليوم اللي غنقدم لكم في الكوكوط. كتجي لذيذه ومعلكه وزوينه، نتمنى تجربوها. مرحبا بكم في القناه، نتمنى تعجبكم هذه القناه وتشتركوا في الفيديو باش يوصلكم الجديد. وشكرا، الله يعطيكم ما نويتو في خاطركم ويعطيكم الجنه نتوما ووالديكم. اليوم ان شاء الله غنبداو بالمقادير. كيلو تاع لاداند او الديك الرومي كنحتاجو ليه كيلو، او المقدار على حسب الاشخاص اللي يعجبكم. انا درت كيلو، نتوما اللي يعجبكم. المقادير كتبقى تاع لاداند او الديك الرومي كتبقى اختياريه ديالكم. بعد ما درنا لاداند في الكوكوط، الطنجية كتجي زوينه اقتصاديه وسريعه. كنحتاجو كذلك الملحه قليل، كنديرو غير شويه الملحه، وكنديرو معلقه كبيره تاع القزبر يابس، وكذلك معلقه سكينجبير صغيره، معلقه الكمون صغيره عامره، ضمه الزعفران. عفوا قلت ضمه البنه، ضمه الزعفران. كنحتاجو معلقه صغيره تاع السمن كما قلت لكم. ها هو ضمه الزعفران فردتناها، ودرنا معلقه تاع القزبر يابس كبيره، ومعلقه سكينجبير صغيره، ومعلقه الكمون صغيره، واللب تاع الحامض، و8 الفصوص تاع الثومه. كتجي لذيذه هاد الطنجيه، نتمنى تعجبكم وتجربوها. غتعجبكم باذن الله. غنزيدو كاس مع مرش تاع زيت العود، كتجي زوينه بزيت العود كما كتشوفوا. وكذلك غنزيدو هذيك الضامه ذوبناها في كاس الماء، يكون قياس العنبه. صافي هادشي اللي كنديرو فيها. وهذيك القشور غنديروهم من الفوق للتزيين على حسب الذوق. وغادي نسدو عليها دابا، ما تنساوش تحركوها ملي غتسدو عليها باش كينسجموا هذيك العطريه مع بيبي او لاداند او ديك الرومي، كل واحد الشي يقول ليه. كنسدو عليها ملي كتصفر، عاد باش كنقصو كنجهدوا العافيه. وملي كتصفر الكوكوط كنقصوا العافيه مهيله. سلقنا الروز كلاصي باش نديرو واحد السلطه كتجي زوينه بالباربه والخس. يمكن نزيدو فيها البيض مسلوق وخيزو مسلوق. غنديرو فيها الملحه، البزار قليل، وجوج معالق تاع الخل. اللي عنده مايونيز يمكن يزيدو، كيجي لذيذ فيها. زدنا عليها الباربه او البنجر، وجوج معالق تاع زيت المائده. كتجي لذيذه وصحيه هاد السلطه، نتمنى تجربوها غتعجبكم. جوج معالق تاع الخل كبار، يمكن تزيدوا في بلاصه الخل مايونيز، كيعجب الدراري الصغار حتى الكبار، كيجي لذيذ. نتمنى يعجبوكم هاد الوصفات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد. وشكرا للجميع، وديروا البصمه ديالكم ما تنسونيش منها. نتمنى اللي شاف يدير البصمه ديالو، حيت بزاف الاخوات والمتبعين كيشوفوا وما تيديروش البصمه ديالهم وما كيشتركوش في القناه. بعد ما طابت هاد الطنجيه كما كتشوفوا كتجي معلكه زوينه، غير تجربوها. والسلطه كنزينوها بداك الخس، ها نتوما كتجي معلكه وزوينه، فيها غير ديك الزويته هي اللي كتبقى فيها، بحال اللي كطيب في الطنجيه تاع الزنقه. وكتجي هاد لاداند كيجي رطب وكيجي زوين بحال اللي ديرو البقري. هاد لاداند كديرو من الملج، ضروري من الملج باش كيجيكم فتي وزوين. نتمنى تعجبكم هاد الاكله، وديروا لايك واشتراك. وبسلام عليكم، نخليكم بالف خير.